إنتاج القطن من 70 كيلو والدونم قاعد يرمي لحتى 300 كيلو. اليوم قاعد يكلف دونم القطن 400 ألف على التكلفة العالية، يعني ما دا يطالع نص مصروفه. والبيع دا يسعروه الحزب 4 ملايين و300، نزلت باعت العالم 3 ملايين و900 و3 ملايين و800، يعني كثيرة ما بإنتاج نهائيا. زارع 30 دونم يعني تنتج لها 5 طنات، 5 طنات حرام، يعني ما سد مصروفه. أنا حاط عليه مصروف أكيد إذا بدي أدق على اللي حاسبه وأحسب حاط يجي 6 مليون عليه، ما بين سماد وما بين مخصبات وما بين دودة وغيره، فمكلف له 6 مليون. اليوم دا القطن منه 5 طوان، 5 طوان اليوم دا يشترون طن القطن التجار عندنا بالمحافظة الرقب 3 ملايين و800 ألف. مو حرام هذا؟ ما يبيع الأسعار هذه، الأسعار حددوها لل 4 و300، واليوم التجار دا تشتري ب 3 و800، بفرق 500 ألف على الطن. عاملة غالية، يد العاملة اليوم العاملة دا تشتغل 4 ساعات دا تاخذ 6000، دا تطلع صبح وعصر تشتغل 8 ساعات دا تاخذ 12000. طيب ايش يلحق عليها الواحد؟ اليوم كيلو واللقاط ب 400 ورقه دا يلقطونه. بنفس الوقت فلاليح، احنا يعني عندنا ورشه عمال وبنفس الوقت فلاليح. والله واجهتنا صعوبات هنا بزراعه القطن، احنا عندنا 30 دونم تقريبا زارعينها قطن. يعني نحكي لك من بدايه اليد العامله غاليه، اول شغله غاليه، عندك عندنا المصاريف، سماد، ادويه، السنه الدوده هجمت علينا هجمه قويه على المحصول القطن. وما بيدعم لهالشيء هذا يعني. وانتاج القطن ضعيف جدا يعني بالحيل، على موجب التكلفه الباهظه، يعني انتاجه قليل ما يساوي التكلفه اللي نحطها. طيب لو منتج السنه زينه والمحصول ينتج يعني بين ال 400 وال 500 ل 600 يوصل احيانا، بس السنه 600 كيلو، السنه 300 250، يعني هذا الانتاج ما يغطي التكلفه يحطونها. صح 30 دونم احنا كاصحاب الورشه زارعينها زاد قطن، يعني على موجب المصروف اللي حطينا شيء 6 ملايين 7 ملايين، يجوز كلفتنا يجوز ما ينتج الدونم حتى 300 كيلو 250 كيلو، يعني ما راح يغطي التكلفه على موجب التكلفه اللي حطيناها يعني مثل ما يقولون خساره بخساره. والله خساره على هالشيء هذا خساره، يعني بعدين اسعار القطن ما هي نواه التكلفه. اليوم سعروه الحزب تقريبا 4 و300، التجار دا ياخذون 3900 3850 حسب كل واحد يشتري على كيفه يعني ما يظهر التكلفه اللي حطيناها عليه.